المحكمة الزجرية بعين سبا تصدم هيام ستار وزوجها بالحبس النافذ. قضت المحكمة الزجرية بعين سبا مساء اليوم الاثنين بحكم قضائي صارم في حق اليوتيوبر عائشة صريدي المعروفة بلقب هيام ستار، حيث أدانتها المحكمة ب4 سنوات سجنا نافذا إلى جانب إصدار حكم بسنة حبسا نافذا في حق زوجها. كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 100,000 درهم على كل واحد منهما. وجاءت هذه الأحكام بعد أن وجهت لهما المحكمة تهما ثقيلة شملت الإهانة والقدوة السيئة والعنف ضد الأطفال والتشهير والإخلال بالحياء العلني. وفي قرار اعتبر ضربة موجعة لمسيرتها الرقمية، قضت المحكمة أيضا بإغلاق قناة هيام ستار على موقع يوتيوب بشكل نهائي. يذكر أن هذه القضية أثارت جدلا واسعا في الأوساط الاجتماعية، حيث طالب العديد من المغاربة بتشديد العقوبات على كل من يستغل المنصات الرقمية لنشر محتويات تسيء للقيم المجتمعية.